بحب اعملها في الخلاط عشان بتطلع كده مظبوطة وهشة وخفيفة وجميلة جدا، والعيال بتتجنن عليها. جربيها بالطريقة دي والله ما هتندمي. يلا بينا نقول بسم الله. معايا 3 بيضات وكوباية سكر وكيسين فانيليا. هضربهم كده في الخلاط على سرعة عالية كويس جدا لغاية اللون لما يفتح بالشكل ده. هنزل عليهم بنص كوباية زيت، وبنفس الكوباية اللي بنعاير بيها مقاديرنا تبقى موحدة يا جماعة لكل المقادير. وكوباية وربع من الحليب. الحليب انا كنت غاليه وسبته بارد تماما. هضربهم بس كده ضربتين، وبعد كده احطهم في الطبق بكده خلاص تمام. حضرت طبق تاني ومنخل هضيف فيهم كوبايتين من الدقيق. بص الكوبايه ما كانتش مليانه قوي زي ما انت شايفه، يعني اخر حاجه كده ما كنتش مليانه للاخر. ومعلقه كبيره هرميه من النشا. النشا بيخلي الكيكه كده خفيفه وهشه وجميله جدا. جربيها بمعلقه النشا مش هتندمي. وكيس كيك شيف، ورشه صغيره جدا من الملح. هنخل كل الكلام ده كده مع بعضه. لو عايزه المقادير بالجرام قوليلي في الكومنتات وانا هكتبها لك. هبدا بقى احط كده الخليط الجاف واقلب كده في اتجاه واحد. اهم حاجه ما تخليش ايدك رايحه يمين ورايحه شمال، لا، في اتجاه واحد كده لغايه الخليط ما يبقى معاكي كريمي مفيهوش اي تكتلات للدقيق. يبقى كده خلاص تمام. بص القوام بتاعها مقاديرنا مظبوطه جدا. الخليط معانا هو لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي. بس كده خلاص تمام. دلوقتي بقى هضيف عليها معلقه كبيره من الخل او نص ليمونه، اي حاجه من الاتنين موجوده عندك ضيفيها. وقلبيهم تقليبه كده. حابه بقى تحطها في الصواني وتحطها في فرن صينيه مقاس 26 تطلع معاكي زي الفل. حابه تعمليها كده تغيير يعني العيال تعمليها في الكبات الكب كيك، تمام زي ما انت حابه. انا قلت كده اغير العيال واعمل لهم الكب كيك ديت حاجه كده جميله والعيال بتحبها جدا. حضرت صينيه الكب كيك وحطيت فيها الورق مش مدهون اي حاجه، ومليت نص الورقه، ما تمنيش الورقه للاخر. وطبعا يا جماعه اثناء وانا شغاله كده معاكم كنت شغلت الفرن على درجه حراره 180 وشغاله الفرن من تحت بس. عندك مروحه شغلاها ما عندكيش خلاص. اخبطي الصينيه في الرخامه كده خبطتين ودخليها على طول على الفرن سخن في الرف الوسطاني. هتقعد معاكي بالظبط ربع ساعه تطلع معاكي بالجمال ده. طبعا يا جماعه دي تاني صينيه انا عملتها. اول صينيه اول لما استوت معايا رحت جايه بسرعه مطلعاها وشلت منها الكب كيك وحطيت مكانها عجينه الكيكه. وخدت من عجينه الكيكه معلقتين بس، حطيت عليهم شويه كاكاو وقلبتهم. ورحت جايه رشاهم كده على وش الكب كيك بس كده كأنك يعني عامله كيكه بالشوكولاته. العيال بيحبوها قوي. رحت جايه مدخلها الفرن تاني، قعدت معايا برضو ربع ساعه بالظبط وطلعتها بالشكل الجميل ده. انت بقى لما بتحطها في الفرن طبعا لقيتها خدت لون كده من الجناب، لقيتها محتاجه الشوايه افتح عليها الشوايه تاخد كان لون من فوق. لقيتها تمام مش محتاجه الشوايه يبقى كده خلاص تمام. واختبرها بالخل اهم حاجه قبل ما تطلعيها. شوف الخل يطلع معاكي نظيفه ولا هتلاقي فيها عجينه. فيها عجين سيبها كمان دقيقتين 3 5 بس مش اكتر من كده لغايه لما تلاقيها استوت معاكي تمام طلعيها بس كده. بصراحة شوية كب كيك تحفة يا جماعة، هشة كده وخفيفة والعيال بيحبوها جدا. حاجة كده تحط في اللانش بوكس او في الحضانة كده ياخدوها معاهم. والله فعلا جميلة جدا ومغذية وحلوة قوي. ان شاء الله باذن الله هتجربوها بنفس الطريقة دي وهتعجبكم جدا جدا. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم. جزاكم الله كل خير حسن استماعكم ليا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.